الكبيده ديالي جيت نجاوب بزاف ديال البنات كتقول لك انا راه مثلا درت وصفه وما غلاضيتش، اولا راه درت تحميل وما تزاديتش، اولا راه عندي بومزوي، اولا فقر الدم، اولا بغيت غير الجزء السفلي، او بغيت غير الجزء العلوي وعيت نخدم عليه وما عطانيش نتيجه. شنو السبب؟ راني فقدت الامل. مع اختك ايمان ما غتفقديش الامل، حيت جبت لك السر وشنو غديري وشنو غتتبعي من الاول. غتبداي ليا ازيرو وغادي تتبعي هادشي اللي قلت لك وغترجعي عندي وغتشكريني، حيت غادي نعطيك السر اختي باش تهني من جميع المشاكل. بغيتي غير الجزء السفلي اولا بغيتي غير العلوي، بغيتي تغلاضي كامله وبغيتي تهني من مشكل النحافه، غتتبعي معايا هاد النصائح اللي غنعطيك وغترد عليا اختي الخبار في اقرب مده. المهم باش ما نطولش عليكم الفيديو ديالي كنموت عليكم، يلا ندخلوا لا فيديو باش نوريكم السر بكل طاقه ايجابيه حماسيه نشاطيه. تنطيعي معايا اختي لا فيديو وسمعي لي النصائح ونوضي تقادي لا طاي تقسيه مسيمات كيخبيو عليك السر. اختك ايمان ما كتخبي عليك والو حيت كتموت عليك اختي. اهلا وسهلا ومرحبا باحلى كبيدات احلى غزالات الغاليات على قلبي. كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين على خير. نتوما كتشوفوا في لا فيديو ديال اليوم ودائما ان شاء الله مرحبا بكم فيديو جديد. مرحبا بالناس قدام، مرحبا بالناس جداد، مرحبا بالناس اللي اول مره كيشوفوا قناتي. كنقول لكم مرحبا والف الف مرحبا. نتكم ايمان توحشكم بزاف في الغاليات على قلبي وكنموت عليكم انايا احلى متتبعات في العالم الكبيدات ديال ايمان اللي كنحماق عليكم. الكبيدات ديالي باش ما نطولش عليكم غندخلوا في الموضوع، وما تنساوش الكبيدات ديالي شجعوا اختكم بلا لايك ديالكم بارطاج ديالكم. الكبيدات اللي اول مره كيشوفوا قناتي مرحبا بكم، عند اختكم تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يبدا يوصلكم كل جديد. المهم غنبداو الكبيدات ديالي باول حاجه وديما تنقولها لكم، الا ما عالش المشكل بلا ما نتسنى نزيد لا في الوزن لا نكبر لا نصغر، حيت الا بنيت دار بلا اساس غتهدم. واخا تقدر تبان ليا واحد شويه النتيجه غنحبس غتحيد. اولا غنبداو بالبنات اللي عندهم القولون العصبي. راه لا ما عالجتيش اختي راه تقدري تشربي السيروات، تقدري تشربي شحال من حاجه غادي تنفخي، نهار غتقطعي غتفشي. يعني خصني نعالج المشكل وندير الوصفه. مثلا عطا الله البنات الوصفات الطبيعيه، اولا مثلا خديتي شي دواء ديال القولون العصبي ولكن ضروري تعالجي عاد باش تمشي الوصفات ديال التكبير البنات اولا ديال الزياده في الوزن. اولا البنات عندهم القولون العصبي غتعالجي القولون العصبي وغديري وصفه زياده الوزن عاد باش ديري وصفه ديال التكبير. ماشي انا عالجت وغنمشي للتكبير، لحقاش خاصني نعالج النحافه اللي كاينه في الجسم ديالي، ندخل الدهون للجسم ديالي يولي حتى انا الجسم ديالي فيه الدهون غني حتى هو بالمكونات اللي فيهم السعرات الحراريه، باش نهار كنخدم على ديك المنطقه كتخدم على راسها. ماشي انا كنوزن 40 45 وتنفكر نكبر الجزء السفلي او تنفكر نكبر غير الجزء العلوي. يعني خصني نعمر الجسم ديالي يولي غني بالدهون حتى هو تتاكلي الشهيه مفتوحه، باش من كنخدم على ديك البلاصه كتستقطب حتى هي الدهون وتتخدم على راسها، باش ما نضيعش وقتي ونخلي راسي كنخدم على واحد البلاصه وهي غادي تشد الوقت باش تبان. يعني الا كنتي معمره وخدمتي على ديك البلاصه راه دغيا كتبان، اما الا انت ضعيفه وكتخدمي على ديك البلاصه خصها بزاف ديال الوقت باش تبان. يعني فهمتوني الكبيدات ديالي؟ عطا الله مشروبات راه كنبارطاجيهم معكم. الكبيدات ديالي راه عندي في القناه وبزاف البنات اللي جربوهم وعطاوهم نتيجه. درت مشروب ديال قولون العصبي لعلاج قولون عصبي كنمشي فيه سيمانه حتى ل 15 يوم وانا متبعه غير داك المشروب ديال القولون العصبي. موراه عاد باش كنبداو وصفه زياده الوزن، يعني نعالج عاد نمشي لوصفه زياده الوزن وكنكمل في المشروب. ماشي بديت اليوم المشروب نبدا مع وصفه زياده الوزن، لا ما غيعطينيش غير غتضيعي وقتك وغتضيعي فلوسك في الوصفه. عاد جيب ديك 15 يوم تقريبا 10 ايام حتى 15 يوم عاد كتزيدي الوصفه زياده الوزن وكتبقاي متبعه في المشروب ديال القولون العصبي. عاد باش كتزيدي معاه الوصفه ديال زياده الوزن كيوليو بجوجهم. تما فاش كتكتسبي زياده في الوزن كتمشي هكا حتى كتهزي الوزن ديالك كتولي تدقي على 60 بحال هكاك 55 57 60. كتبداي تخدمي على ديك المنطقه اللي ما عندكش. مثلا كتشوفي راسك عمرتي من عندك الجزء السفلي كتبداي تخدمي على الجزء السفلي، ما عندك الجزء العلوي كتبداي تخدمي على الجزء العلوي. لكن الجسم ديالك متنسق كديري غير وصفه طبيعيه اولا كديري مكونات اللي تيعمروا الجزء العلوي والسفلي. يعني في ديك الوصفه الطبيعيه اللي كتخلي الجسم ديالك تيعمر متناسق. الا كان الجسم ديالك يعني انت اصلا تيعمر متناسق. ثانيا الكبيدات ديالي بالنسبه للبنات اللي فيهم فقر الدم خاصني ندير وصفه اللي تكون غنيه بمكونات اللي كيعاونوني يرفعوا لي الخزان ديالي باش كنزاد في الوزن. ماشي كندير وصفه اللي كديرها اي وحده ما فيها لا فقر الدم لا حتى شي حاجه. يعني كندير وصفه او لحسه اللي كيكونوا فيها مكونات اللي كيساعدوا على فقر الدم باش كتعمري الخزان ديالك. حيت كاين بعض اللحسات تتعبري الخزان ديالك وكتاكلي داك اللحسه اللي صايبتي اولا كتاكليها موراها كتمشي تعبري الخزان ديالك
يبقى يطلع لحقاش فيها مكونات اللي كيساعدوا. زياده على هذا الشيء سواء البنات اللي فيهم فقر الدم اولا فيهم قولون عصبي، راه زيد على الوصفات اللي كديروا راه خاصكم تكونوا كتاكلوا اغذيه اللي كيعاونوا الجسم ديالكم يطلع يعني من غير الوصفه الطبيعيه. كنكون كناكل يعني الوجبات ديالي غنيين البنات بالبروتينات، غني سواء الحيوانيه او لا الطبيعيه، غنيين البنات بالسعرات الحراريه. يعني الوجبه ديالي تكون متكامله سواء في الفطور في الغداء في الوقت كسكروط ولا العشاء. ما تنديرش 3 الوجبات، كندير 4 حتى كنت كنسهر بالليل نزيد شي حاجه بالليل. كنشيتك مسدوده كتاخدي مشروب تصايبيه اللي كيفتح الشهيه اللي تيعاونك انك تاكلي وفي نفس الوقت ديري الوصفه الطبيعيه. هادشي باش تهزي الوزن ديالك حيت كتكوني هابطه خاصك تخدمي تقريبا واحد 20 يوم اللي كتخدمي على الماكله على الوصفه الطبيعيه. كتابري بحال كديري واحد الروتين حتى كتنقزي من واحد العبار لواحد العبار، يعني من واحد الحاجه لواحد الحاجه. يعني كيخصني نخدم ماشي انا مهاونه على راسي ودايره غير وصفه والشهيه مسدوده ما تنديرش وفي الاخر تنقول انا ما شدت فيه حتى حاجه. راه ماشي ممكنش حيت وحده راه صدقات ليها الاخرى صدقات ليها حيت تابرات وخدمات على راسها. نتيا فيك العكز ولا كديري وصفه وشهيتك مسدوده وما كتاكليش وصافي كتعولي على الوصفه. الا عولتي على الوصفه فقط كتلبي الحاجيات ديال الجسم ديالك. وهنا بالنسبه للبنات اللي كيبغيو الجزء السفلي مثلا كياخذوا تحاميل وما تعطيهمش نتيجه. اولا خصك تعرفي منين تاخدي التحاميل باش يعطيوك نتيجه، ثانيا كيفاش تستعملي دوك التحاميل باش كذلك يعطيوك نتيجه. الا ما استعملتش التحاميل بطريقه اللي صحيحه راه ما غاديش يعطيوني نتيجه البنات. اولا التحاميل كيبغيوك ديريهم وما تشربيش موراهم البروده، ما تعرضيش بزاف ديال البروده. ثانيا تكوني كتاكلي، تكوني كتدخلي السعرات الحراريه للجسم ديالك، تكوني يعني ماشي انت شهيتك مسدوده وما كتاكليش وكديري التحاميل وغتسنايهم يعطوك نتيجه. التحاميل كيحيدوا البروده تيزيدوا في ديك البلاصه، ولكن انت خاصك تستعمليهم اخر حاجه ملي تبغي تنعسي. مثلا غادي الدفاي ولا مثلا كاين اللي كيداروا مور الغدا وكيداروا في الليل، يعني على حسب دوك التحاميل كيفاش الشكل ديالهم كديريهم وتكوني كتحافظي. يعني ملي غديريهم غتكوني غتسخني، ما غاديش تمشي للبروده، ما غاديش تمشي تسيقي، ما غاديش تخرجي للبروده. يعني غتدخلي الفريج ديالك على الاقل واحد ساعه ولا ساعتين الا كنتي ديريهم مور الغدا. بالليل ديريهم اخر حاجه وغتنعسي تكوني كتاكلي شهيتك مفتوحه. تقدري تزيدي وصفه طبيعيه ولا لحسه مع ديك التحاميل الا كنتي انت ضعيفه وغير التحاميل بوحديتهم ما يمكنش. خصك تعمري شويه الجسم ديالك عاد تفكري في التحاميل. يعني تقدري ديري لحسه مع التحاميل اولا عندك شي عضله نائمه بزاف راه كديري التحاميل كتزيدي معها شي زيت اولا شي كريم. يعني كتحاولي انا بالنسبه للبنات اللي بغاو يشريو شي حاجه ولا بغاو يعني تحاميل راه خصك هكا. ماشي انا كندير تحميله وانا شهيتي مسدوده ما تناكلش ما كندخلش الجسم ديالي ما معاوناش بشي حاجه طبيعيه. يعني ندير التحاميل خصني ناكل مزيان نحافظ عليهم منين نديرهم خصوصا ديال الاعشاب. خصني ما نتعرضش للبروده ما نشربش موراهم شي حاجه بارده هكا كتمشي معاهم حتى هما كروتين. يعني خصك تكوني الجسم ديالك هاس شويه اختي الحيمه معمر بالدهون وبالحيمه عاد كتفكري في ديك البلاصه. ماشي انت ضعيفه بزاف كتمشي نيشان للتحامل. يعني خصك لحسه وخصك معاها تحامل باش كتعمري ديك البلاصه. انا البنات كنصحكم باش ما تضيعوش براسكم في واحد الحاجه وانت خاصك واحد الحاجه، يعني باش منين تفكري ديري ديك الحاجه تكوني عارفه شنو كاين. ثانيا البنات اللي بغاو يديروا يعني يكبروا داك الجزء بلا تحامل بلا ولا بشي حاجه بوصفات طبيعيه بحال اللي كنشارك معكم، شنو غديروا؟ كنديروا وصفه طبيعيه اللي كتكون خاصه بالارداف ومؤخرا يعني فيها المكونات اللي كيزيدوا غير في ديك البلاصه. ما عليها انني كنقول لكم ديما الوصفه اللي غنديرها للجزء السفلي خاصني نعاونها بشي ماساج باي زيت سواد الحلبات الصوجات الزجلان غير فازلين وتخلطي مع زيت الحلبه ولا شي حاجه حيت ديك البلاصه موده وهي ضعيفه كتكون تصلبات ناشفه خصها دهون باش تحرك. باش منين كندخل الدهون الجسم ديالي كيبغيو يمشيو لديك المنطقه داك المشروب كيبغي يعني يحرك ديك المنطقه العضله النائمه ولا يحرك ديك البلاصه كتكون ديك البلاصه مصلبه صعيب باش كيدخلوا ليها الدهون. يعني فاش كتعاونيها انت بماساج اولا كتعاونيها بواحد شويه القديره اولا بشويه السكوات كتخلي ديك البلاصه تحرك فيها الدوره الدمويه تحرك فيها دوك الخلايا ديالها باش ملي كتشرب المشروب كيمشي لديك المنطقه. يعني كتحاولي انك تفيقيها. ودائما تنقولها لكم في المشروبات ديال تكبير ديك المنطقه تنقول لكم ها شنو ديروا معاها باش دغيا كنستهدف ديك المنطقه. او مثلا البنات اللي بغاو غير الصدر يعني كتكوني عامره من الجزء السفلي وكاين صدرك صغير فهما مشروبات بساطه اللي كيداروا للصدر. الصدر دغيا كيتزاد هو خصني نمشي معاه بعنايه ولطف. يعني ضروري كديري ليه حتى هو ماساج لحقاش مده وديك البليصه يعني الصدر ديالك صغيره. كنحاول انني ديما تنقول لكم البنات اللي غيديروا ماساج الصدر ديالهم راه عندكم غير الزجلان او الصوجه وزيت الاطفال ما ديروش ليه الزيت ديال الحلبه نهائيا لحقاش الحلبه سخونه كتحرك الدوره الدمويه بالزربه.
يعني ديك البلاصه تقدر ترتقوا فيها حبيبات ولا شي حاجه. يعني الصدر حساس، يعني فقاس زيت الصوجا ولا ديال الزنجان ماساج بالليل ولا بالصباح وبالليل ويكون تنظيف. يعني درتو بالصباح خصني ننظف عاد نعاود ندير مره اخرى، ماشي زيت فوق زيت، راه ما كيبقاش الجسم اولا البشره تستجدب اختي ديك الزيت، كيبقى غير من الفوق. يعني ضروري من التنظيف سواء الجزء السفلي اولا للصدر. يعني كنشرب مشروب ديال تكبير الصدر، بغيت نساعد ونزرب النتيجه، راه خاصني ماساج لديك البلاصه. والمشروبات ديال زياده تكبير الصدر راه ساهلين، غير كتبعوهم كروتين، راه من السيمانه الاولى البنات كيتزاد الصدر ساهل. غير خصكم تعرفوا تمشيو للوصفات، راه بزاف الوصفات انا شاركتهم مع البنات وكيعطيو نتيجه زوينه. المهم الكبيده ديالي حتى الصدر كذلك، الا كنتي انت ضعيفه كامله خاصك كذلك تعمري شويه الجسم ديالك، عاد تفكري تزيدي في الصدر ديالك. اما البنات كيكونوا عامرين وكيبغيو مناطق انثويه كيجيو نيشان يخدموا على ديك البلاصه، ولكن الا كنتي ضعيفه انت بزاف راه خاصك شويه تخدمي الجسم ديالك، تعمريه بالدهون، تفتحي شهيتك، تاكلي مزيان. المهم الكبيدات ديالي باش ما نطولش عليكم، اي سؤال على الراس او على العين خليوه في التعاليق. شنو النوع د الوصفات اللي بغيتي نبقى نبارطاجيهم معكم البنات خليوه لي في التعاليق. كنموت عليكم كالعاده، اي سؤال على الراس او على العين ما تنساوش تشجعوا اختكم بلا لايك ديالكم بالبارطاج ديالكم. الكبيدات اللي اول مره كتشوفوا قناتي مرحبا بكم عند اختكم، تابوناو وفعلوا زر الجرس باش يبداو كل جديد. الكبيدات ديالي والغزالات ديالي ما كنسخاش بكم كالعاده. شفتكم على خير، نشوفكم على خير اوجو.